غانا بتفوز على أوروجواي 2-0 بس بلا هدف وبلا معنى، عشان هناك كوريا الجنوبية فازت على البرتغال 2-1 وصعدت معاها تاني في المجموعة. وعلى الناحية التانية كاميرون تفوز على البرازيل برضو فوز بلا هدف، عشان هناك سويسرا فازت على صربيا 3-2 عشان تتأهل البرازيل أول وسويسرا تاني. ماتش البرتغال وكوريا الجنوبية، البرتغال كانت نازلة تقريبا بتشكيلة تقريبا مش معظمها، ممكن يكون مثلا 8 او 9 لعيبه مش اساسيين، ممكن او 7 لعيبه مثلا مش اساسيين، وكان الباقي كله اساسي، منهم كريستيانو وبيبي وكوستا، والباقي تقريبا كله مش اساسي، كله مثلا اول مره يلعب او كله مثلا ما لعبش غير او خد دقايق بس بدا اساسي الماتش ده. كانوا نازلين مش عايزين حاجه من الماتش، كانوا نازلين اتعادلوا اتهزموا فازوا مش فارقه معاهم، وكده كده سانتوس في البطيخ خالص، فالراجل يعني ميكانيكي مش فارقه معاه اي حاجه اصلا، حرفيا ما كانتش فارقه معاها ولا فارقه مع سانتوس. فنزلت بالتشكيله اللي يعتبر احتياطيه، وبس تشكيله قويه، وهجمت الكوريا في اول ربع ساعه تقريبا او حاجه، وجابوا الجون بدري في البدري، بس اللي يحسب لكوريا ان هي قدرت ترجع 1-1 ويجيب جون في الاخر وتبقى 2-1 عشان تتاهل مع البرتغال، اللي برضه زي ما قلت ما كانتش عايزه حاجه من الماتش. وقدر كوريا تستغل حاجه زي كده ان البرتغال مش عايزه حاجه من الماتش وتفوز. هي كانت كوريا كانت لازم تفوز وفازت، والناحيه الثانيه كانت اوروجواي لو كوريا فازت كانت عايزه 3 اجوان، وللاسف والحمد لله في نفس الوقت ان الاوروجواي ما جابتش 3 في غانا وجابت 2، ولاعيبه غانا اصلا مش انا كده كده طالع، ومدرب غانا مش انا كده كده طالع وخلاص والدنيا خربانه هبدل لك في الدقيقه حاجه و90 تبديل يضيع وقت، انا رخم فاهم، عشان غانا واوروجواي الاثنين يروحوا واخدين بعضهم ونازلين، واللي يكمل هم كوريا الجنوبيه. والبرتغال في مفاجاه قدرت ان هي تصعد تاني مع البرتغال عشان يبقى اول برتغال وتاني كوريا الجنوبيه. الناحيه التانيه سويسرا بتاكد ان هي تستاهل المركز التاني بعد البرازيل وتفوز على صربيا 3-2. الماتش كان فعلا حماسي وجامد جامد بالذات في الشوط الاول، 5 تجوان في الشوط الاول، 3 هنا و2 هنا. الكاميرون هناك كانت عايزه تفوز تقريبا فرق 2 او فرق 3، وحتى لو كانت عملت كده كان ممكن اصلا طرد ابو بكر ده هو اللي هيرجعها تاني وتروح طالعه فاهم. فاللي هو الطرد والانذار والحاجات دي كلها بتفرق، والجون اللي دخل فيك والجون اللي انت دخلته كل الحاجات دي بتفرق، بس انتصار معنوي وقوي للكاميرون ان انا الحمد لله، وان انا فرحت ان هي ما صعدتش الحمد لله، وزعلت ان هي ما كانش حصلت المجموعه والكاميرون ما تصعدش، واللي يصعد هي برازيل وسويسرا الاثنين يستاهلوا ان هم يصعدوا من المجموعات. الكاميرون عملت ماتش قوي جدا قدام صربيا، عملت ماتش اقوى قدام البرازيل، بس البرازيل برضه ما كانتش عايزه حاجه من الماتش زيها زي البرتغال، كانت نازله برضه تعادل هزيمه خساره، هي كده كده اصلا صعد اول عشان البرازيل تصعد اول والسويسرا تصعد تاني، وسويسرا تضرب ميعاد مع البرتغال والبرازيل تضرب ميعاد مع كوريا الجنوبيه. وماتشات دور 16 معلقه هنتكلم عليها في فيديو لوحده، بس تقريبا ده ملخص اليوم النهارده كله الكارو في كاس العالم. بس شايفكم خلاص الفيديو بتاعنا، ما تنساش لو عملت اشتراك انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد. سلام.